الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم متابعين قناتي قناة لمسة شيف فنان. النهاردة هنعمل لكم حاجة كده جميلة، حاجة معروفة عند كل المصريين، تمام، ومعروفة في كمان كل البلاد. وهي البسطرمة. زي ما حضراتكم شايفين قدامكم هنعملها في البيت. هنتعلم مع بعضنا إن ازاي نعملها بكل الخطوات بتاعتها، تمام، بطريقة التخليل، بطريقة التجفيف، بطريقة الخلطة الخارجية بتاعتها اللي بره. طبعا دي طريقة كانوا بيستخدموها الناس زمان، اللي هم كانوا بيملحوا اللحوم بحيث ان مفيش ثلاجات ويحفظوها لوقت فترة طويلة، وبعد كده ياكلوها وقت ما يحبوا. زي ما حضراتكم شايفين دي النتيجة بتاعة البسطرمة. شايفين عاملة ازاي، شايفين اللون عامل ازاي. طبعا الريحة كمان بتاعتها حاجة جميلة جدا، ما اقولكوش على الريحة عاملة ازاي. هنجيب عرق لحمة، تمام، ده الانتر كوت، ماشي. ممكن نعملها من اي حتة لحمة، تمام، حتة كده تكون كبيرة، غالبا بيعملوها في المصانع، ماشي، من عرق التربيانكو، ماشي. بس لو مش متوفر ممكن نعملها من اي حته لحمه، وغالبا يعني ده اللي قدامنا دي الانتر كوت، ماشي. بعد ما بنخليها من الجلد الخارجي، لو في عليها اي جلد خارجي بنشيله، ماشي. بتتشفى من الجلد الخارجي، بتبقى فيها عروق داخليه كده عادي، مفيش مشكله. وبنشفها بمنديل مطبخ من الميه كويس، زي ما حضراتكم شايفين كده بالشكل ده، بحيث ان احنا يعني هي اهم حاجه ان هي ما يبقاش فيها ميه. اهم حاجه ان هي تتجفف من الميه. ليه؟ احنا نشيل منها الميه علشان ما نديش فرصه للبكتيريا انها تعيش فيها. بالسكينه صغيره كده، وبدي لها كام ايه، بخرمها كده، بعمل فيها اخرام كده زي ما حضراتكم شايفين. ليه؟ بحيث ان الملح ينزل فيها، وبحيث ان هي تصفي الميه الزياده اللي فيها. احنا زي ما قلنا ان هي طريقه لتجفيف اللحمه، علشان ما تبقاش فيها ميه، ماشي، علشان البكتيريا ما تعيش فيها، لان البكتيريا بتحتاج رطوبة علشان تنمو، فطبعا المية رطوبة. فاحنا هنجففها من المية خالص على قد ما نقدر، تمام تمام. طيب الملح هنحطه قد ايه؟ زي ما حضراتكم شايفين بالشكل ده، او بالمقادير هنحط كوباية صغيرة لكل كيلو لحمة. كوباية صغيرة لكل كيلو لحمة، تمام. بنجيب شبكة او مصفى، بنحط عليها، طبعا انا عامل كمية، بنحط عليها الايه، اللحمه، وتحتها حاجه بتصفي فيها، ماشي. وبنيجي بنتقل عليها باي حاجه، نحط مثلا ده صاج، ونحط عليها اي تقل موجود عندنا، تمام. اي تقل، اي حاجه تقيله، تمام. ممكن اي حاجه نملاها ميه، علبه نملاها ميه، ده كيس حمص مثلا، ونتقل تاني. لو في حاجات كمان تانية ممكن نتقل بيها، ماشي. بحيث وتقعد ايه يوم كامل. يعني هي بتقعد يوم في الملح، ماشي، مع الايه، مع الحاجه التقيله دي عليها، بحيث انها تصفي الميه على قد ما تقدر، ماشي. صفت الميه بتاعتها، تمام. مش هنغسلها، في ناس بتغسلها من الملح، ماشي، واحنا مش هنغسلها. بعد ما تصفى مع قعدة ميه في يوم التخليل، بنيجي نحطها في منديل، نلفها في قماشه بيضه، او في منديل شويه تشفط الميه، وبعد كده بنيجي نعلقها في مكان مفتوح، مكان هاوي، مكان فيه هواء، بحيث انها تنشف اكتر، ماشي، وتتبخر الميه اللي فيها. نحطها لمده 4 ايام بالشكل ده. 4 ايام تتهوى في مكان هاوي مفتوح. نشفت معانا زي ما حضراتكم شايفين بالشكل ده. ده كده بعد 4 ايام من الهوا، هي خدت يوم في الملح والضغط واتضغطت، تمام، بحيث انها تتصفي الميه، وبعد كده خدت 4 ايام في الايه، انها تتهوى، تتعلق في مكان هاوي مفتوح، بحيث انها تنشف. وزي ما حضراتكم شايفين بقى، هي بقت بالشكل ده، باللون ده من بره بس، ولكن هي من جوه طبعا حمراء زي ما هي، تمام. فهي عشان اتعرضت للجو للهواء نشفت بقت بالشكل ده. احنا هنعلقها بالشكل ده في الايه، في الهواء لمده 4 ايام. شايفين بقى ايه مع ما بقتش طريه زي الاول، نشفت شويه لانها صفت الميه اللي فيها، تمام. شايفين الاخرام اللي هي مفتحه دي اللي احنا عملناها بالسكينه دي، صفت منها برضو، ما ساعدت على انها تصفي الميه ويدخل لها الملح
عشان الملح يسويها من الداخل، تمام، وتاخد الطعم بتاع الملح من جواها. طيب نيجي بقى دي المقادير بتاعه الايه الخلطه اللي هو الكفر اللي احنا هنعمله من بره، ماشي. وده طبعا هو التيست، او هو ده اللي هيفرق مع البسطرمه يخليها طعمها حاجه روعه. فلفل احمر، تمام، متنضف من البذر. ودي حلبه مره، اللي هي الحلبه اسمها بنروح نشتريها من عند العطار، بنقول له حلبه مره. زي ما حضراتكم شايفين هي مطحونه، بتبقى عنده مطحونه. لو ما عندوش مطحونه ممكن نجيب اللي هي الحصى ونطحنها في مطحنه تبقى بالشكل ده. وشويه شطه صغيرين، وبنجرتين. البنجرتين دول بقى عشان يدونا لون البنجر كده مع الحاجات دي كلها، يخلي لونها ايه جميل. ده معانا هنا الملح، شويه ملح، شويه كزبره جافه، توم بالكميه دي زي ما حضراتكم شايفين، فلفل ابيض، كمون، شويه بابريكا، تمام، دي بابريكا، كمون، فلفل ابيض اللي عدى، شويه شطه، شويه كزبره جافه، توم، ملح، الحلبه المره، البنجر، الفلفل. هنحط كل المقادير دي في الرحاية عندنا او في كبة، ونضرب كل المقادير دي مع بعضها تطحن، بس من غير الحلبة. يعني نحط كل المقادير، الفلفل مع التوابل مع الثوم مع البنجر، ماشي، الكزبرة، الكمون، الملح، زي ما حضراتكم شايفين كده، فلفل الابيض، كمون، ملح، البنجر، وبنغطي الغطا بتاعنا وبنضرب الايه الخليط ده كله ضربة كده ايه ناعمة كويسة. أو زي ما حضراتكم شايفين بدأت الخليط كله يتجانس مع بعضه. طبعا أنا ما أقولكوش الريحة عاملة إزاي، يعني ريحة التوم مع التوابل مع الكمون حاجة كده روعة، تمام. طبعا إحنا بندوق، لو لقيناها محتاجة شوية ملح، الملح ما يكونش عالي، يكون مظبوط. هي أنا لقيتها محتاجة شوية ملح فاديت لها إيه الملح. شايفين اللون عامل إزاي، اللون الأحمر. طبعا البنجر فرق في الإيه في اللون. طيب أنا جبتها حط من الكبه، فضيتها من الكبه في اي حاجه واسعه، بسيمه واسعه زي كده، وبضيف كميه الايه الحلبة عندي، ماشي. طيب لو الحلبة عندي كتيره احاول ما اضيفش كتير، بحيث انها طبعا انتوا هتشوفوا القوام عامل ازاي. اهم حاجه ان هي تطلع زي القوام ده. ده القوام بتاعها اللي احنا عايزينه او المطلوب، ما يكونش سايل قوي ولا يكون تقيل قوي، يعني تمام، يكون بالشكل ده. بقت عجينه زي ما حضراتكم شايفين. طبعا الطعم والريحه حاجه جميله جدا، يعني انتوا هتخلطوها بايدكم، ماشي. زي ما حضراتكم شايفين كده احنا بنجيب عرق البسطرمه بعد ما تجفف، وبعد المراحل اللي عدى عليها، مرحله الملح ومرحله التجفيف والتهويه، ماشي. وبنبدا نعمل الكفر بالخليط بتاعنا على البسطرمه، بقت بالشكل ده. بعد ما عملت الخليط وغلفتها كده، ببل ايدي ميه، ماشي، وبقعد ايه اشتغل ادلكها كده بحيث ان هي تبقى اللي ما تتقفل، يعني العجينه دي تتقفل عليها كلها، ما يبقاش فيه مسام. وبنعلقها لمده 5 ايام او 4 ايام، يعني من 5 ل7 ايام. من 5 ل7 ايام تتعلق في مكان هاوي. مكان هاوي يكون اهم حاجه، ما يكون مكان يكون هاوي مفتوح، ما يكونش مقفول. يتعلق زي ما حضراتكم شايفين كده لمده اسبوع، او من 4 ايام لاسبوع. من 4 ايام لاسبوع، تمام. شايفين الشكل عامل ازاي، شايفين اللون. طبعا حاجه، الريحه بتاعت الحاجات دي كلها حاجه تفتح النفس بصراحه، يعني تمام. لدرجه انتوا بعد ما هتعملوها كده تقعدوا تشموا في ايديكم من الريحه الجميله بتاعت الخليط ده كله، ريحه الحلبه مع الثوم مع الفلفل مع التوابل. آه، انصحكم تجربوها يعني، ماشي. بعد اسبوع من رحله البسطرمه طلعت معانا بقت بالشكل ده. طبعا اللون اتغير بتاع الكفر اللي بره علشان الجو، تمام، عشان ان هي نشفت شويه. طلعت معانا البسطرمه بالشكل الجميل اللي انتم شايفينه ده. وطبعا اتغيرت بقى واختلفت الطعم كمان، اختلف اكتر، لان اللحمه
امتصت التوابل وامتصت الأطعمة المتجانسة مع بعضيها والمخلوطة دي كلها، زي ما حضراتكم شايفين كده بالشكل ده. احنا بنوريكم الشكل الخارجي بتاعها. هنيجي بقى ايه نقطعها ونشوف هي عاملة ازاي، ونشوف طريقة ازاي. زي ما حضراتكم شايفين عاملة ازاي، شايفين اللون. طبعا يعني انا في ناس دقيتها وجربتها، وطبعا يعني بأمانة اقسم بالله يعني شهدوا او قالوا يعني طعمه ممتاز جدا جدا يعني. تمام، قالوا طعمها ممتاز جدا وشكروا فيها جدا يعني، بل يمكن قالوا افضل من اللي هي بتيجي جاهزة من المصانع يعني. تمام، ده بقى لو عندك عايز تعمل مشروع ولا حاجة، تعمل مشروع البسطرمة ده هتنجح معاك 100% وهتشتغل. تمام، شايفين الشكل عامل ازاي، شايفين اللون. طبعا احنا هنبقى ايه لما نيجي نقطعها هنشيل الكفر الخارجي ده يعني. شايفين طبعا اللون جميل جدا، اللون الأحمر. أتمنى أكون قدمت لكم حاجة مفيدة، أتمنى تكون عجبتكم. ولو ما اشتركتوش في القناة اشتركوا، ما تنسوش تفعلوا زر الجرس. تمام، ما تنسوش اللايك. تمام.